ازاي تحسب السعادة؟ سؤال مستحيل صح؟ بس يمكن يبص مثال غير غير كده. هنعرف الأول هي مين، نشوف اللي شافته ونحسبها. جيريمي بنسام اتولد في 15 فبراير 1748. كان طفل شديد الذكاء، ده اللي خلاه يروح أوكسفورد عند سن 12 سنة. لا ومش بس كده، ده بينام كان الفنون عند سن 15 سنة، وبيكمل لحد ما بياخد الماجستير عند سن 18 سنة. برغم الإنجاز ده إلا إنه بنسام كان شايف التجربة التعليمية بتاعته في أوكسفورد ما فادتوش، كان عايز الأنوناكي يشرحوا. فخلاه يروح لندن عشان يدرس القانون في جامعة لينكولن سنة 1769. بعد ما خلص فترة دراسته بدأ يمارس مهنة المحاماة، ولكن مسيرته المحاماتية ما بتطولش، شدون كتير، وده لأنه بيكتشف ثغرات وعيوب في القانون البريطاني القديم وقتها. بيقرر وقتها إنه يبتعد عن القانون، يركز على الفلسفة ويفضلها ويعكف عليها. بيفكركش ده بحاجة؟ كل وقتها مصدق إنه القوانين مش لازم تتعمل على أسس دينية تقليدية أو طبيعية، ولكن يجب أن تصاغ على أساس أفعال الإنسان، أو على أساس مقدار المتعة التي تحققها الأفعال مقابل مقدار الآلام التي تحققها الأفعال برضو، أو بمعنى أشمل النفعية utilitarianism. وهنا أنا هسميها النفعية البنثامية، وده لسببين. السبب الثاني ده جه بعد مثال ناس كتير قوي صابتهم نداهة النفعية، أمثال جون ستيوارت ميل، بيتر سينجر، هنري سيدويك، واللي عدلوا كتير في النفعية وطوروها وحدثوها بما يتلائم مع وقتهم ومتغيرات عصرهم والعصور اللي هتلي بنسام. احنا بنتكلم في 1700. السبب الأولاني بقى إن بنسام ركز على نفعية الفعل، عشان كده في كلامي دايما ببقى بركز على الفعل وهينتج ايه من الفعل وامتى هيتحقق الفعل وتوقيت الفعل. الانسان لم يركز على اي نفعيه من الانواع اللي هيصوغوها بعده غير نفعيه الفعل بس. اكت يوتيليتاريانزم. جون ستيوارت مثلا قسم المتعه او اللذات او السعاده الى لذات دنيا ولذات عليا، على عكس بنسام سابها عايمه كده ما قسمهاش. وهنا قدر بنسام يوصل لمعادله السعاده هيدونيك كالكولوس، وده السبب الثاني اللي خلاني اتعرف على بنسام بجانب السبب الأولاني بتاع الجثة التمثال. معادلة السعادة بتتطلب 7 متغيرات عشان يتم حسابها، وهم الشدة، المدة، الاحتمال، التوقيت، السببية، الامتداد، النقاء. فالشدة هي مقدار أو هي قد إيه الفعل بيحقق متعة أو سعادة أو لذة، أو قد إيه الفعل بيحقق ألم. فمثلا الكحة هي أخف ألم من كسر في قصبة الرجل، وبالتالي هي أكتر سعادة من كسر قصبة الرجل. المدة هي إمتى الفعل بتطلع منه متعة أو سعادة، أو إمتى الفعل بيطلع منه ألم أو معاناة. فمثلا إنك تتفرج على ماتش كورة مدته 90 دقيقة وتطلع بالمتعة بتاعتك بعده، بحكم مثلا إن الفريق بتاعك هيكسب، أو تطلع بألم لما الفريق بتاعك هيخسر. أو زي إنك تتفرج على فيلم 90 دقيقة، سواء الفيلم ده كانت مدته 90 دقيقة ولا كان فيلم اسمه 90 دقيقة فعلا. ممكن تطلع بالمتعة بعد الفيلم، في نص الفيلم، في أول الفيلم، ما تطلعش المتعة خالص عادي. الاحتمال، هل أكيد الفعل هيحقق المتعة، أو هل أكيد الفعل هيحقق الألم؟ وده بيظهر قوي في البورصة والمسابقات. راح تكسب معنى، راح تكسب ضمان التحقيق سعادة أو ألم، أو ضمان التحقيق متعة أو معاناة غير موجودة. التوقيت، إمتى أحصل على سعادة من الفعل؟ ففي أفعال متعتها فورية، وفي أفعال متعتها آجلة، يعني تحصل في المستقبل. فإنك تسكرول كتير في ريلز دي متعة فورية، سكروليت دوبامين رخيص جالك. أكل مثلا، كلت شبعت، متعة فورية. أما المتعة الآجلة زي مثلا التمرين والرياضة، أنت بتفضل تلعب رياضة مدة معينة مثلا 3-4 شهور 6 شهور تبتدي تشوف نتائج بعد ده. فهنا المتعة آجلة، أنت ما شفتش السعادة على طول، تمرين شفتها بعدين. السببية، هل المتعة الناتجة من الفعل ستنتج لذات أخرى أو ستنتج متعة أخرى؟ وهل الألم الناتج من الفعل هينتج آلام أخرى؟ النقاء، هل المتعة أو السعادة الناتجة من الفعل هي متعة خالصة مخلصة كده مفيش بعدها أي ألم؟ والنقيض أو على النقيض، هل الألم الناتج من الفعل ده ألم خالص مخلص كده مفيش بعده أي متعة؟
الامتداد. قد إيه المتعة أو قد إيه الألم بيمتد إلى الآخرين أو يؤثر على الآخرين. تدي لكل متغير من ال7 متغيرات دول رقم من 1 ل10، وبعد كده بتجمع ال7 متغيرات عشان يطلع لي مجموع. هذا المجموع بيحدد لي أنهي فعل أحسن من التاني. زي مثلا نعمل لايك للفيديو الجامد ده والله أهرب وأفضل رقم في خانة الفيوز. يعني أنا ممكن أقارن الفعلين، أشوف قد إيه متعة حلقة الفيديو، مدته أكيد مدة بسيطة مش هتدوم كتير عشان تديني السعادة اللي أنا عايزها. الاحتمال أكيد طبعا هيحقق لك متعة. التوقيت متعته فورية جدا، مش هيعصلك معاك. السرية طبعا الفيديو ده ينتج لك متعة تانية. طبعا يا أبو علي لازم تجيب همها. النقاء مش محتاجة حاجة، نقي ومتعته مخلصة جدا. الامتداد لا، دي ما نعرفهاش بقى، فبالتالي كل ده ممكن يدي 60 مثلا. نفس المقارنة ممكن نعملها على أي فعلين عادي جدا. برغم إسهامات الإنسان في إرساء النفعية كمذهب وفلسفة امتدت تأثيراتها الكتير من العلوم اللي بتأثر على حياتنا اليومية، إلا إن الإنسان كان شايف إنه لازم يخلل في التاريخ. وأيوه أنا قلت يخلل بدلا من يخلد، عشان بنسان كان شايف إنه الأموات لازم ينفعوا الأحياء، وبالتالي جثث ليها منفعة. فبعد ما مات كتب في وصيته إنه لازم يتشرح ويتحنط، فتم تشريحه وتم تحنيطه. بعد ما تم تحنيطه لبسوه هدومه اللي متعود عليها، حطوه في صندوق خشب، بعتوه لجامعة لندن عشان يتحط فيها الصندوق. برغم غرابة الوصية إلا إنها اتنفذت بعد ما مات إنسان في 6 يونيو 1832 وتم تحنيطه. ولكن تحنيط الراس كان سيء لدرجة خلت شكلها أنيل من شكل راس ترومان. فيلم رخمة راس فرانكنشتاين بالنسبة له تعتبر راس مثلها. طبعا حاولوا يجملوها، حطوا عيون زرقاء بدل العيون الأصلية، لكن مفيش فايدة. فقرروا إنهم يقطعوها خالص ويستبدلوها براس شمع تتحط مكانها. وما لقوش مكان أنسب من بين رجلين الجثة المتحنطة إنهم يحطوا فيها الراس الأصلية. أكيد ما كانش في خاطر بنسان إن الراس اللي شالت جواها أفكار زي النفعية وأفكار تانية كتير إنها في الآخر تتحط بين رجلين جثة متحنطة يضحك عليها الناس بعدين، تكون نهايتها بلا قيمة وبلا نفعية. كده خلصت. اعمل لايك